متخصصين بنظرتهم على نوعية الأسلحة قالوا هي المشكلة مش في الكميات بقدر ما هي في النوعية. النوعية فيها نوع من التعقيد، بمعنى انه فيها بنادق قناصة، مش بنادق آلية عادية، قناصة، يعني اللي يستخدمها لازم يبقى على درجة عالية من التدريب. أنواع فيها RPGات، يعني قاذفات لا تستخدم حتى في التأمين الشخصي أو تأمين البيوت أو حتى في ما بين العصابات المسلحة. لا، في نوعية الأسلحة اللي كان المفروض ان هي تدخل يعني تشي بقدر كبير من الخطورة. من كام ساعة، من 4-5 ساعات، تم ضبط من نفس الجهات ايضا الغربيه، من الصحراء الغربيه، من الحدود الليبيه، تم ضبط 35,000 ذخيره لاسلحه متنوعه ومتعدده. يعني كل الانواع بما فيها الRPGات، 35,000 قطعه ذخيره. الارقام ونوعيه الاسلحه بتجعل فيه اهتمام، ومش بس اهتمام، تاكد